الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا واعتدلوا استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استووا صفوفكم واعتدلوا. Insyaallah di rakaat kedua ada sujud sajadah. Diulangi, insyaallah di rakaat kedua ada sujud sajadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماء. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. الله أكبر. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده رب حمدا بالسماء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإن تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاداك ولا يزيد من وليت تبارك ربنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي المسلم وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من جهنم ومن القبر وأعوذ بك من شر فتنة الأيام وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله سبحان 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 الله الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله
Allahu Akbar. 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 الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونسلم ala Rasul Karim amma ba'du. Pada kesempatan sebuah kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai pentingnya membetulkan niat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fihi qalu ya Rasulullah wa kayfa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah faqala habasahumul udhur rawahu Abu Dawud. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan orang-orang di Madinah yang setiap kali kalian menempuh satu perjalanan menggunakan bekal ataupun melintasi satu lembah, pastilah mereka juga orang yang tinggal di Madinah mendapat pahala yang sama dengan kalian. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendapat pahala yang sama sedangkan mereka tinggal di Madinah? Beliau bersabda, uzur telah menghalangi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Diulangi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian telah meninggalkan orang-orang di kota Madinah yang setiap kali kalian menempuh satu perjalanan menggunakan bekal ataupun melintasi satu daerah, maka mereka juga mendapat pahala yang sama dengan kalian. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendapat pahala yang sama dengan kami sedangkan mereka tinggal di kota Madinah? Beliau bersabda, uzur telah menghalangi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Keterangan hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang berniat melakukan sesuatu namun dikarenakan uzur ia tidak dapat mengerjakannya, maka dengan sebab niatnya itu ia akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengerjakan. Dari kitab Badlul Majhud. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala innallaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu indahu asyru hasanat ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu dari Tuhannya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian Dia menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun kemudian ia tidak dapat melakukannya, Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kebaikan lalu ia melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan di sisinya hingga 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhitung. Barang siapa yang berniat melakukan kejahatan namun kemudian tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kejahatan lalu ia melakukannya, maka Allah akan mencatat satu keburukan di sisinya. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wahyu dari Tuhannya. Ia berkata, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian ia menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun kemudian ia tidak dapat melakukannya, dia akan mencatat baginya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya.
Jika ia berniat melakukan kebaikan lalu ia melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya 10 kali lipat kebaikan di sisinya hingga 700 kali lipat, bahkan sampai tidak terhitung. Barang siapa berniat melakukan keburukan namun kemudian tidak jadi melakukannya, Allah akan mencatat baginya 1 kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan keburukan lalu ia melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya 1 keburukan. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sebuah hadis yang panjang yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki berkata, sungguh aku akan bersedekah. Ia pun keluar dan memberikan sedekahnya kepada seorang pencuri. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkan, seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka lelaki itu berkata, wahai Allah, hanya bagimulah segala puji, sungguh aku akan bersedekah lagi. Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikan kepada seorang wanita pezina. Lalu pada pagi harinya orang-orang membicarakan, tadi malam seorang pezina telah diberi sedekah. Maka laki-laki tersebut berkata, wahai Allah, hanya bagimulah segala puji, sedekahku telah sampai di tangan seorang wanita pezina, sungguh aku akan bersedekah lagi. Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikan kepada orang kaya. Lalu pada pagi harinya orang-orang memperbincangkan, seseorang yang kaya telah diberi sedekah. Maka lelaki tadi berkata, wahai Allah, hanya bagimulah segala puji, sedekahku sampai di tangan seorang pencuri, seorang wanita pezina, dan seorang yang kaya. Kemudian laki-laki itu bermimpi didatangi seseorang, lalu dikatakan kepadanya, sedekahmu kepada seorang pencuri, mudah-mudahan pencuri itu akan berhenti mencuri. Wanita pezina itu, mudah-mudahan ia akan berhenti dari berbuat zina. Orang kaya itu, mudah-mudahan ia pun dapat mengambil pelajaran sehingga mau berinfak dengan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah atau pentingnya dari niat yang tulus, yang ikhlas. InsyaAllah pengen dengar apa kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'iman, hamdan yu'afi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunub walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimina as-salami dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma alhimna marashida umurina wa idzna min syururi nufusina. Allahumma hdina wahdi bina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'lana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ifal subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.